حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وصلت لكم كتير وجدت لكم فيديو جديد. اليوم فيديو مثل ما انتم شايفين مكدوس صغير، فهيك عنا اكلة مونة مكدوس شلون بتنعمل. هلا عنا مكدوس صغار، شوفوا شلون قدن هيك متوسط الحجم. نقلع لهم تبعهم فوقاني راسهم، وبعد ما بنقلعهم يعني هيك بنحطهم يعني ينسلقوا. هلا يلا قبل بس نبدا هذا الفيديو تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. ويلا مكدوس جوا الطنجره وعبيناها مي وحطينا تقلة مشان المكدوس ما يغطس يفوق. هلا بدي يغلي هيك، حطينا تقالة حتى ما يطلع يغلى فوق. بس استوى شوي هيك يعني صار تحس انه هيك تحطوا السكينة تكون بتطفوا عليه النار. نحركها طبعا هيك مشان يصير دائما نحط له التقالة ونتركها شوي على النار. والله حتى ينسلق الباذنجان بنجيب ملح، بنجهز ملح وصفاي مشان يتصفى فيه بعد ما بنحط له الملح وهيك مشان نتجهز. وهي صوت سوسو يا حسرتي عليها بعد ما ماتت فوفو صارت متوحدة. كاني هي سوسو صركن زمان ما لكم شفتوها. هلا نبدأ نفضيهم حتى يصير شكلهم هيك يعني مستويين تقريبا. مشان اقلكم انه جوات هاي المي بتحطوا شوية ملح مشان يغلي شوي، مشان المي يعني تدخل جوات الباذنجان وهيك تمتص الملح بخار. هلا ما بتبين الكاميرا. وهلا بعد ما بدنا نجي نغطن بالملح بنساوي ثقب جوات يعني باذنجان مشان تصير الملح جواته. هيك بنفتحها ونحط جواته الملح هيك بنحط الملح. بعد ما نخلص بنجيب الصفاي او اي شغلة مسخوبة مشان ينزل. نحط التقالة بعد ما نصفي الباذنجان مشان ينزل المي عالسوا هيك بنصفن حتى تخلص الباذنجان كله. وبنحط فوقن تقالة حتى ينزل المي خلال يومين او 3 ايام مشان يتصفى المي اللي جواته منيح. يعني اذا ما تصفى بعدين بيخم اذا حطينا الحشوة جواته. والله بعد ما صفينا هون وخلصنا هيك صار شكلا. هلا بنجيب تقالة ونحطن مشان ينزل المي. اصلا هلا عم ينزل المي تسمعوا. وبنعيف التقالة شغلة يومين او يوم حتى المي تشوفوها نشفت وهيك. هلا جينا على الحشوة تبعت المكدوس. جواتها لازم يكون عنا جوز، يعني الجوز تقريبا انه يكون كحسب الرغبة. يعني بتحبوا الجوز كتير كتروا الجوز، كل ما كترتوا الجوز كل ما كان اكتر يعني اطيب جواته. وهلا لازم نطحن الجوز بالطحانة. ويلا يعني هلا كمية الجوز نحن عنا 5 كيلو باذنجان على كيلو جوز. وهلا عنا فلفل قرون تقريبا كمان حسب الكمية بدنا نقطعهم يقطع صغار مربعات. جوات لازم يكون هي الحشوة لازم تكون من فلفل وجوز وثوم ورشة ملح. هي المكونات تبعت الحشوة. ويلا نبلش. والله هذا الجوز كله بعد ما انطحن. والله حطينا ملح هيك رشة ملح يعني
ما كتير، بس يعني طعمه. وهلا الثوم تقريبا راس كامل مدعوق. وكمان حسب الرغبة، في ناس بحبوا الثوم يكون أكثر يعني مبين بالمكدوس، يعني بحطوا أكتر. بس نحن وسط من سوينا راس ثوم تقريبا. كمان بنحط دبس فليفلة تقريبا معلقة كبيرة هيك. وكمان إذا فيكم معلقتين كبار. وفي ناس كمان ما بتتوفر عندهم الفليفلة تبعت الفرن، بحطوا دبس فليفلة عادي. بس نحن مشان تصير طعمه يعني دبس فليفل مع الفليفل تصير أطيب. هلا أحبائي بعد ما فرمنا الفليفلة الحمراء صار جاهز للحشي، وهيك يعني بكون صار جاهز. والله بنجيب المكدوس هاي وناخد نحشيها هيك، بنفتح فتحة المفتوحة بنفتحها ونعبي جواتها الحشوة وهيك بنضفها من حواليها مشان تكون نظيفة. وهيك بنبدأ بنصفه في الأطرميز، يكون بلور أو بلاستيك، بس البلور بيجي أحسن بيكمش أكتر. وهيك كمان بنعبيه على ملاته مشان يعني وقت بدنا نحط الزيت بنحط زيت نباتي مو زيت زيتون، لأني زيت الزيتون بيعطي طعم شوية المكدوس، هو أصله زيت نباتي للمكدوس. وفي ناس بحبوا زيت زيتون، بحطوا له زيت زيتون. بعد ما حطينا له الزيت شوفوا شكل زبط. بعد ما حطينا له زيت هيك زيت نباتي نعيفه تاني يوم حتى هيك مفتوح حتى يمص الزيت. نرجع منزيد له اذا نقص نرجع منزيد له. وبعدين بتعيفوه تقريبا اسبوعين او اكتر وبصير جاهز. وهيك كون وصلت لاخر فيديو معكم. بس قبل ما تنهوا هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. بحبكم كتير وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي. وسلام.